الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد سوبر هيرو سميتو ديدبول. هو سايق في الطاكسي مع واحد الهندي. هو راكب غادي يشوف واحد التصويره، غادي يسول الهندي شكون هي ديالي في التصويره، وغادي يقول لي بنت كنبغيها ولكن خداها لي ولد عمو حيتاش لاباس عليه وبوغوس. وغادي يقول لي ديدبول خاصك ما ديرش كيما درت انا وتخلى عليها، واخا تعرف شد ولد عمك وتصفيها لي. قال لي الهندي شكرا على النصيحه، ولكن علاش لابس داك الماسك؟ وحيد الماسك وقال لي باش ننتقم من هذاك اللي دار لي هذا الشيء لوجي. وهو يمشي فوق واحد الجسر وبدا كيتسنى العصابه اللي غينتقم منها. العصابه جايه، هو ينقز عليهم من الفوق وبدا كيفنش كاع هذوك اللي في الطوموبيل. هو كيقلب على الزعيم ديالو. وهنا غادي نشوف واحد البطل الخارق سميتو كولوسوس، هو كيتفرج في الاخبار ديال ديدبول. هو ينوض وعيط لصاحبته اللي سميتها سوني وقال لي غادي نمشيو عند ديدبول قبل ما يفضحنا. وهنا كنشوفوا ديدبول هو مضارب مع العصابه حتى جا الزعيم ديالو بالموتور وهو يشقلب الطوموبيل اللي فيها ديدبول وماتوا كاملين من غيره هو. وهنا غادي نكتشفوا ان ديدبول ما كيموت وباللي الاعضاء ديالو كيتجمعوا، وهذه هي القدره الخارقه اللي عنده. هو يطيح زعيم العصابه اجاكس وبدا كيضرب فيه وكيقول لي رجع لي وجهي كي كان. وهنا غادي نكتشفوا باللي اجاكس هو اللي رجعوا بطل خارق. وهنا صافي تعصب وبغى يفنش عليه، ولكن جا كولوسوس هو يلحو على الطوموبيل واقترح عليه انه يكون بطل خارق ويعاون الناس. ديدبول ما تسوقش ليه وبغى يرجع عند اجاك ولكن لقاه هرب. وهنا غادي يتعصب ديال بصح وغادي يضرب كولوسوس، ولكن غادي تهرس ليه يديه حيت كولوسوس مصنوع من الحديد. وغادي يعاود المحاوله ولكن كيف والو. هنا غادي يدير ليه المينوط وغادي يديه معاه، ولكن هو غادي يقطع يديه وغادي يخلي ليه اليد المقطوعه وغادي يخلي معاه واحد علامات الشكر، وغادي يتلاح فوق طارود الزبل. وهنا غادي نرجعوا لاحداث اللور هذه اكثر من عام. وهنا غادي نعرفوا القصه ديال ديدبول اللي كان قاتل ماجور ومشى عند واحد وبدا كيهدد فيه انه يبعد على واحد البنت كيتحرش فيها. البنت شكراتو وهو يمشي لواحد البار وتما غادي يتلاقى مع واحد البنت سميتها فينيسيا وغادي يتزعط فيها ويبقى يخرجوا مره حتى غادي يطلب منها الزواج. واحد المره ديدبول مع فينيسيا في البيت غادي يطيح على غفله. فاش مشى للسبيطار قالت ليه الطبيبه باللي عندك سرطان. هنا ديدبول غادي يتصدم ديال بصح وغادي يبقى غير يشوف الحبيبه ديالو. هنا فينيسيا غادي تسول الطبيبه على العلاج، ولكن الطبيبه غادي تقول لي بلي هذا السرطان ما عندوش علاج وفي اي لحظه غادي يموت. هنا صافي ديدبول فشل، هو يمشي للبار عند صاحبه وعاود ليها شطره. هو يجي عند واحد الراجل وقال لي بلي انا عارف بلي عندك سرطان، واش بان لك الا قلت لك بلي انا عندي العلاج، حيت حنا كنحاولوا الناس الابطال الخارقين وبالتالي كتكون عندهم مناعه لاي مرض. ديدبول قال لي واش انت خارج من السبيطار الامراض العقليه ولا مالك؟ هو يهز حوايجه ومشى خلاه ومشى عند الحبيبه ديالو اللي كتنعسه، وهو جالس كيتفكر الهضره اللي قال ليه الراجل في البار، وقرر انه يمشي عنده وهز حوايجه بلا ما تحس به فينيسيا. فاش وصل حطوه في السرير وربطوه وجا الطبيب اللي غادي يدير ليه العمليه اللي هو اجاك. وبدات العمليه وبدا كيحقنوه بشي اباري وكيدوزوا عليه في اقصى عمليه تعذيب باش يقتلوا فيه المشاعر. سدوا عليه في الفريكو وضربوه بالضو ما خلاو ما داروا ليه. ديدبول صافي ما قدرش انه يصبر داك العذاب وتعصب عليهم وبدا كيسب فيهم. قال لي اجاك حنا ماشي كنحاولوا الابطال الخارقين وانما كنحاولوهم العبيد خارقين بلا وعي بلا مشاعر وكنبيعوهم. وحضروا قال لي احسن لك تأدب معايا ولا ما غادي يعجبك حال. هنا ديدبول قاعد كيسب فيه وضحك عليه وحلف لا يسكت. هو يتعصب اجاك ودار ليه اخطر عمليه، حطو في واحد الكبسوله وسد عليه وجر ليه كاع الاكسجين، وبدا الجلد ديال ديدبول كيتحرق حتى ولا بهذا الشكل. هنا جا ليه اجاك وقال ليه مبروك ما بقاش فيك السرطان، وجات عنده انكل قربات ليه ويدخل فيها بواحد الكنك وشفر لها عود الكبريت بلا ما تحس به. وهنا سدوا عليه في الكبسوله وخلاو هو يجبد من فمو عود الكبريت وقدر يشعلها ولاحها في الكبسوله وهي تفرقع. هبط اجاك يشوف واش واقع، هو يجمع ليه ديدبول وبدا مشارق معاه تما حتى شد اجاك واحد الحديده وخشاها فيه وخلاه تمتي يتحرق مع المختبر. ولكن هنا غنكتشفوا باللي ما ماتش، والقدره الخارقه اللي عنده هي تجدد الاطراف. خلاصه القول ما كيموتش. ومشى عند الحبيبه ديالو بدا كيتبعها من اللور، ولكن ما قدرش انه يمشي عندها بسبب وجهه اللي مشوه، وحتى الناس كتشوف فيه شي شوفات في الشكال. وفي الاخر قرر انه ما يكشفش راسو ليها ومشى للبار عند صاحبه وعاود ليه كاع داك الشيء اللي طرا، واقترح عليه صاحبه انه يدير شي لبسه باش الناس ما تشوفش وجهه. هو يصيب واحد اللبسه حمراء وبدا كيتبع في الرجال ديال اجاك ويتضارب معاهم باش يقدر يوصل للزعيم ديالهم، ولكن والو اللي شدوه ما كيقوش ليه بلاصه الزعيم. حتى مشى عندك خونا اللي تلاقى معاه في البار واقترح عليه فكره انه يكون بطل خارق وبدا كيعذب فيه حتى قال ليه بلاصه الزعيم. هو يشد الطاكسي ديال الهندي وطرا داك الشيء اللي طرا وشدوه سابقا. ودابا رجعوا للاحداث الحاليه. هنا ديدبول فاش قطع ايديه وطاح في الشاحنه ديال الزبل. هنا غادي نكتشفوا ان ديدبول كيعيش مع واحد المراه ما كتشوفش، وغادي نشوفوا اجاك مع انجي اللي كتداوي فيه وقال لها خصنا نصفيو والدي ديدبول حيت هو خطر على المشروع ديالنا. مشاو للبار ديال صاحبه وبداو كيسولوا فيه على ديدبول، ولكن هو ما بغاش يجاوبهم. هما يشوفوا التصويره ديالو مع فينيسيا وهما يمشيو عندها، ومول البار اتصل بديدبول وعاود ليها الشطره. وهما يمشيو للبلاصه فاش خدامه فينيسيا وهي كتخدم في واحد المقهى ليلي. وصلوا هو يشوفها ديدبول ولكن ما قدرش انه يوري ليها وجهه. هو يمشي للحمام وهنا الباترون ديالها قال لها بلي شي واحد بغى يشوف. فاش مشات لقات اجاك وهو يختطفها. اما ديدبول صافي قرر انه يقول الحقيقه لفينيسيا، وفاش مشى ما لقاهاش.
هو يصوني ليه اجاك وقال ليه فينيسيا معانا، ولا بغيتيها اجي عندنا العنوان اللي غادي نصيفطوا لك. ديدبول مشى جمع كميه كبيره ديال الاسلحه ومشى عند كولوسوس وسونيك وطلب منهم المساعده. كولوسوس وافق انه يعاونوا ولكن بشرط غادي يخدم في جمعيه الابطال الخارقين ويعاون الناس. وهما يشدوا الطاكسي ديال الهندي ومشاو عند العصابه. شويه هما يسمعوا واحد الصوت في الكوف ديال الطاكسي. سول ديدبول اش واقع، هو يقول ليه الهندي باللي انا درت بالنصيحه ديالك وانا دابا اختطفت ولد عمي اللي دا لي الحبيبه ديالي باش نعذب والدي. ايوا ديدبول هو كيشوف كولوسوس وعارف بلي غادي يصبنوا، وقال الهندي الله اودي انا ما قلت لك والو، اش هاد الباطل بغيتي تنزل عليا. وهما يوصلوا للبلاصه فاش كاين اجاك وهما يمشيو ليه بكل ثقه وفخامه. ولكن يا لسخريه القدر، ديدبول غادي ينسى الاسلحه ديالو في الطاكسي وغادي يصوني الهندي باش يجيب ليه الاسلحه ديالو. وفي هاد اللحظه فاش يهز التليفون غادي يدير واحد الكسيده وهما كملوا طريقهم بلا اسلحه، وهي تخرج لهم انجيل ومشى لها كولوسوس وهي ضربوا ضربه واحده طيرات والدي. سونيك شحنات الطاقه ديالها وهي تضرب انجيل ولكن ما طرا ليها والو. بداو الجنود كيضربوا بالاسلحه وديدبول كنتسناو يدير شي حركه رفع رايه الاستسلام، ولكن الجنود حلفوا ليه خليهم. بداو كيطلقوا عليهم النار وصافي ديدبول جعل عليهم وصفى عليهم كاملين. وبالمساعده ديال سونيك طلع عند اجاك اللي كنشوفو حاط فينيسيا في واحد الكبسوله وبغى يحولها بحال ديدبول. هو يهجم عليه وصيفط السيف ديالو في الكبسوله باش يعتقها، وهو مضارب مع دقه فيا دقه فيك. فينيسيا قدرت انها تحرر راسها من الكبسوله وخشات السيف في اجاك ولكن ما طرا ليه والو، وشدها ويزدحها مع الحيط. وكنشوفو المدرع الحديدي باقي مضار مع انجيل وكتعطيه في العصا. سونيك فاش شاف القضيه ما مسلكاش فرقعت المصنع كامل، وفينيسيا اللي قربت تطيح شدا ديدبول وحطها في الكبسوله وسد عليها وما يطيحوا بجوج. وبسبب الكبسوله ما طرا ليها والو، وحتى ديدبول ما طرا ليه والو. وهجم على اجاك اللي مازال حي وبدا كيضرب فيه وهز الفردي وحطه في دماغه وقال ليه رجع لي وجهي كي كان. قال ليه ما يمكنش وبدا كيضحك عليه. هو يديماري السلاح باش يتيري فيه. هو يجي المدرع وقال ليه انت بطل خارق والابطال الخارقين ما كيقتلوش الناس وكيسامحوا الاشرار، وبدا كيقرا عليه الفاتحه. ديدبول هو كيشوف فيه قال ليه صافي ساليتي بشخ. هو يفرقع عليه دماغه هو يصفيها ليه. وقف قدام الحبيبه ديالو وهو متردد انه يحيد الماسك حتى حيدته لفينيسيا وهي مصدومه تقبلت الشكل ديالو وقررت انها تعيش معاه. وهنا غادي تكون النهايه ديال الفيلم.